لما لو جيت في الفئه السعريه اللي هقولها لك في اخر الفيديو، عندك التليفون ده هيديك 4 سنين تحديثات اندرويد. انت مستحيل توصل باي تليفون بالسعر ده من اي شركه ثاني انه يديك تليفون بالمبلغ اللي انا هقوله لك في اخر الفيديو، يديك 4 سنين تحديثات اندرويد. عندك شاشه ممتازه طبعا غنيه تعريف بتاعت سامسونج السوبر اموليد 90 هرتز. هي مش افضل حاجه 90 هرتز، نحن كنا نتمنى من سامسونج على عكس الجيل اللي فات السامسونج اي 16، واظنكم كده كلكم عرفتوا اسم التليفون هو السامسونج اي 16. تقريبا كانت بتديك 90 هرتز برضه، لكن مع سامسونج السنه دي برضه هتاخد 90 هرتز، بس جوده الشاشه سوبر اموليد مستريحه جدا معاك. لو جينا نتكلم في جزئيه المعالج زي ما قلنا في الاول، الجيل 99 هيديك 40 فريم في ببجي مستريح جدا. عن تجربه شخصيه جربته في ريلمي 11، 40 فريم مستقرين جدا من دون اي تقطع في الفريمات. بس كده لو جينا نتكلم في جزئيه الاسعار، هنتكلم في رينج ال 7000 وشويه، اقل من 8000. المفاجاه اللي انا محضرها لك في اخر الفيديو ان النسخه اللي معايا دي ضمان محلي مش ضمان دولي. النسخه اللي دي صنع في مصر، يعني مرتاحه جدا. ما ينفعش تروح تجيب نسخه ضمان دولي يقول لك عليها ضرائب. انت هتاخد مني الحته دي بالسعر اللي هكتبه لك في اخر الفيديو، سعر مستريح جدا مش هتلاقيه في اي مكان تاني. طبعا المكان زي ما قلت لكم في اول الفيديو، اوبو العالميه امام فرن حامر الرايه الغنيه عن التعريف، وقفت شارع السادات. هتلاقي تقول له تبع عبد الله رجب، هيدوا لك بالسعر اللي هحسبه لك في اخر الفيديو. بس كده، يا رب اكون فدتك بسعر التليفون. تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. سلام يا راي.